والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. أولا مر معنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، باب وجوب الدخول في الإسلام. وهنا أيضا قال باب وجوب الدخول في الإسلام ولكن كله وترك ما سواه، أي في الإسلام جميعا، كما سيذكر الأدلة رحمه الله تعالى. الأول ألا يترك الإسلام، باب وجوب الدخول في الإسلام أي واجب أن يدخل في الإسلام، لكن هل كله أو بعضه؟ ذكره هنا: الدين كله، الإسلام كله. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، جميع. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: ألم تر إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، تكملة الآية الشاهد. قال: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فرقوا دينهم. وقول الله عز وجل في ذاما لأهل الكتاب: قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال: تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن باز: هذا هو الواجب، الدخول في الإسلام كله، الدخول في الإسلام كله، وليس ببعضه، أي وليس الأخذ ببعض الإسلام. سيأتي معنا المثال كيف أن يأخذ ببعض الإسلام ويترك بعض. قال: يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام، في السلم أي الإسلام. ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال: فالواجب الدخول في الإسلام كله، الواجب أن يلتزم المسلم بالإسلام كله، صلاة وزكاة وصياما وحجا وجهادا، لا يقول فقط أنا أصلي ولا أزكي. هذا هو المراد بأن يأخذ ببعض الإسلام ويترك بعض، يقول أنا أصلي لا أزكي، أو أزكي ولا أصوم، لا يجوز ذلك. الإيمان ببعض الإسلام وترك بعض الإسلام. فالله عز وجل وصف من آمن ببعض وترك ببعض بأنه كافر: أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. قال: لا يجوز، بل يجب أن يلتزم بالإسلام كله، يجب أن يلتزم بالإسلام كله، الصلاة والزكاة والصيام، كذلك الجهاد، وكذلك الحج، وغير ذلك من واجبات الإسلام، ومن ما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية. قالت أي ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، أي الاجتماع، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل
حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. قال المؤلف: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق، أي كلام النبي أن يعني الافتراق، أن الأمة ستفترق، وأن الواجب أن يتمسك العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه ضل وصار من الفرق الهالكة والعياذ بالله الذين توعدوا بالنار. قال: هذا المقام خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: يعني الذي يلزم الحق ويستقيم على ما أشار عليه الصحابة عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 72 كلهم في النار. وأن يحذر أقوال أهل البدع والفرقة، أقوال أهل البدع والفرقة والاختلاف. 72 كلهم في النار، ما بين شاذ ومبتدع وفاسق. لكن أهل السنة هم الذين ساروا على نهج الصحابة واستقاموا على الدين، هؤلاء فلهم الجنة والكرامة. أما بقية الفرق فيهم الكافر وفيهم المبتدع، أي يعني من الأحزاب والفرق الضالة فيهم من يعني بلغ إلى حد الكفر من فرق يعني الانحراف والضلال، وفيهم المبتدع لم يصل إلى حد الكفر. قال: وفيهم المخالف للشر لأنه لم يلتزم بالحق. وهذا يعني تقدم معنا مثل هذا الكلام، قدم معنا في درس الظهر مثل أو قريب من هذا الكلام. وهنا يعني نرجع إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة. فأول شيء قال تعالى: يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي جميع الإسلام. فلا يجوز أن يقول العبد: أنا أؤمن بمثلا في باب العبادات الإسلام، أما في باب المعاملات لا نأخذ بدين الإسلام بما جاء في القرآن والسنة، نأخذ بما يعني وضع ومن القوانين الوضعية. فهذا ليس، هذا من يقول هذا ليس يعني، ومن يعمل هذا العمل هذا كافر، من يعمل هذا العمل هذا كافر. فالله عز وجل وصفه بالكفر، قال: إن الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ما جاء في الكتاب ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ماذا قال الله؟ أولئك هم الكافرون حقا. فواجب الدخول في الإسلام كله الأخذ بشرائع الدين جميع ما أمر الله عز وجل به في باب المعاملات، في باب الأخلاق، في باب العبادات، جميع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في باب المعاملات، في باب الأخلاق، في باب العبادات نأخذ به. ولا نقول نأخذ فقط مثلا في باب العبادات ما نحب، وما لا نحب لا نؤمن به، كمن يقول أنا أصلي ولا أصوم، أو أنا أصوم ولا أصلي، أو غير ذلك. وكذلك لا يؤخذ فقط باب العبادات ويترك باب المعاملات، هذا نأخذ يعني بما يعني بالقوانين الوضعية، هذا لا يجوز. أو نأخذ بما تعارف عليه الناس ما هو مخالف لما جاء في القرآن، فهذا لا يجوز. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن يعني قول أو تفسير ابن عباس عند قول الله عز وجل: تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض أي في يوم القيامة، تبيض وجوه أهل السنة الذين أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
وساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل السنة، هم أهل السنة، سموا أهل السنة لاتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم بالسنة، ويسموا أيضا بالجماعة لأنهم يعني يدعون إلى الاجتماع. فمن لوازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبع يدعو إلى الاجتماع، يدعو إلى الاجتماع، إلى اجتماع الكلمة، وليس يعني اجتماع الكلمة بالآراء أو بالأهواء أو بحزبيات، لا، إنما اجتماع الكلمة على الكتاب والسنة، هذا هو الذي يجمع الناس. ما الذي يجمع الناس؟ هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجمعهم آراء ويعني عقول، لأن عقل هذا يختلف عن هذا ورأي هذا يختلف عن رأي هذا، فلن يستطيعوا أن يجتمعوا، فلا يمكن أن يجتمعوا لأن الآراء مختلفة والعقول يعني مختلفة. إذن ما الذي يجمع؟ وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن افترقت يعني بنو إسرائيل، افترقت اليهود على 71 فرقة كما في لفظ، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أمة محمد على 73 فرقة كلهم في النار، أي 72 فرقة في النار، في النار، أي متوعدون بالنار، متوعدون بالنار إلا واحدة وهم الطائفة المنصورة. ومن هم؟ ما وصفهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ من هذه الفرقة الناجية؟ وهذه كما جاء في وصف الطائفة المنصورة، قال ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دين الإسلام وتمسك به على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الناجي بإذن الله عز وجل، وهذا هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. وتقدم معنا أن الواجب الدعوة إلى الاجتماع، فأهل السنة يدعون إلى اجتماع الكلمة، يدعون إلى اجتماع الكلمة، كلمة المسلمين. ولكن بماذا، على ماذا يجتمع المسلمون؟ وإلى ماذا يدعو أهل السنة اجتماع الكلمة؟ إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل لماذا ندعو إلى الاجتماع والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هناك يعني ستحصل الفرقة، كيف ندعو إلى الاجتماع والفرقة حاصلة؟ فيقال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر هذا أمر الله الكوني القدري، الله عز وجل يعني قدر كونا أن تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نحن ليس لنا يعني من الأمر شيء في قضاء الله عز وجل الكوني، ليس لنا شيء. الله عز وجل إذا أراد شيء قال له كن فيكون، أراد الله عز وجل شيء قال له كن فيكون. هذا قضاء الله وقدر الله الكوني، ليس لنا تصرف. نحن لنا في قضاء الله الشرعي، الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى الاجتماع وأمرنا أن نجتمع، يا الذين آمنوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن مأمورون بأمر الله الشرعي أن ندعو إلى الاجتماع، أما مسألة الفرقة هذه حاصلة، هذا أراده الله عز وجل كونا، نحن مأمورون بأن ندعو إلى الاجتماع. أما مسألة هذا تفرق هذا قضاء الله عز وجل، هذا هو قضاء الله عز وجل الكوني. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال يعني أي الشيخ ابن باز قال يعني الذي يلزم الحق ويستقيم على ما أشار عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم 72 كلهم في النار، وأن يحذر أقوال أهل البدع والفرقة والاختلاف، نعم، ويحذر من البدع
ويحذر من الفرقة، ويحذر من الاختلاف، ويحذر من الاختلاف. والذي يريد أن يحذر من البدعة ومن الفرقة ومن الاختلاف يمشي ويتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال 72 كلهم في النار، ما بين شاذ ومبتدع وفاسق، يعني على خلاف البدع، بدع مفسقة، بدع يعني شاذة، وبدع مكفرة أيضا. قال واستقاموا على الدين هؤلاء فلهم قال لكن أهل السنة هم الذين ساروا على نهج الصحابة، هؤلاء هم أهل السنة، يطلق عليهم أهل السنة لأنهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نهج الصحابة، واستقاموا على الدين، لابد على فهم سلف الأمة، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. هذه 3 أصول. قال هؤلاء فلهم الجنة والكرامة، أما بقية الفرق فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم المخالف للشرع لأنه لم يلتزم بالحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه وليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: وإنه سيخرج من أمتي أقوام، أي روى هذا الحديث، رواه الإمام يعني الترمذي، أو الإمام الترمذي في الخبر عن افتراق اليهود والنصارى وافتراق هذه الأمة. قال وفيه: وإنه سيخرج من أمتي، وإنه سيخرج من أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة هذا، وإنه سيخرج في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود زيادة: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ومرض فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال وقد تقدم قوله مبتق في الإسلام سنة الجاهلية. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال يجب على المسلمين الحذر ألا يبتدعوا في الدين وألا يتبعوا سنن الجاهلية، بل يجب أن يلتزموا بالإسلام الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يتعاونوا ويتواصوا به، فيتبعوا ما شرع الله ويبتعدوا عما حرم الله، ويحذروا البدع والمعاصي. هكذا يجب على أهل الإسلام أن يستقيموا ويتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما أن يتفرقوا، هذا يقول بهذا وهذا يقول بهذا، هذا لا يجوز، هذا دين الجاهلية، نسأل الله العافية. نعم، الله عز وجل بين أنه ليس من تفرق ليس من الله عز وجل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم منهم بريء، ومن دين الإسلام، الدين الإسلام بريء من الفرقة، دين الإسلام بريء من الفرقة، فليست الفرقة من دين الإسلام. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالفرقة لا يجوز، ولا تحصل الفرقة إلا بسبب الإتيان بالبدع ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو اتبع الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا. لو اتبع الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا. تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. والاختلاف من الضلال، الاختلاف من الضلال، فعدم الاختلاف عدم للضلال، والاختلاف هو الضلال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا بعدي، أي معنى ذلك أيضا لم تختلفوا. ما هما؟ كتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.